لو سألت أي مشجع كورة إيه أقوى ماتش ممكن تشوفه في كأس العالم هيقول لك فرنسا قدام أسبانيا، لأنه مش مجرد ماتش بين فريقين، دي خناقة تكتيكية بين مدرستين عكس بعض تماما في الكورة، منتخب بيعشق السيطرة ويموت على الاستحواذ، ومنتخب تاني عايش على السرعة والواقعية ويخلص الماتش في لقطتين ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبانيا قدام فرنسا، لامين يامال قدام كيليان امبابي، دي لافوينتي قدام ديشام. وفي الفيديو ده هنحلل مشوار الفريقين ونقط القوة ونقط الضعف والمعركة اللي هتحصل في الملعب، وليه ناس كتير شايفين إن الماتش ده هو النهائي الحقيقي للمونديال، وإزاي الفريقين وصلوا لنقطة نص النهائي. هنبدأ بأسبانيا. من اول البطوله واكتر فريق ثابت انه اكتر فريق مستقر، مسجلين 16 جون واستقبلوا جون واحد بس، وعندهم اعلى نسبه استحواذ بين الاربع منتخبات اللي صعدوا، النسبه توصل لاكتر من 66%. لكن الاهم من الارقام ان اسبانيا فرضت اسلوبها على كل المنتخبات اللي لعبتها. اما فرنسا قدمت بطوله مختلفه تماما، مش شرط تلاقيهم مستحوذين ولا مسيطرين طول الوقت، لكن هم ملوك الواقعيه، سجلوا 16 جون واستقبلوا جونين بس، لكن كل ما بيكونوا عايزين يكسبوا بيعرفوا يخطفوا الماتش، وده السبب اللي مخلي برامج التحليل متوقعه ان فرنسا تاخد كاس العالم من قبل ما نص النهائي يبدا. لكن خلينا نشوف اسبانيا بتلعب ازاي. دي لافوينتي بنى فرقه شبه السيتي 2023، الهجمه بتبدا من عند الحارس اللي بيسلم الكره للمدافعين، ورودري ينزل يستلم عشان يوصل الكره لقدام، وبتفضل اسبانيا مستحوذه على الماتش في نص ملعب الخصم. وقوه اسبانيا في النهايه مش هتديك الكره اصلا، ولو فكرت تاخدها هترجعها تاني، عشان هما بيضغطوا عليك في نص ملعبك وبيرجعوها في ثواني، وعشان كده الفرقه دي مش مستقبله غير جون واحد لحد دلوقتي. والخطوره الحقيقيه في رودري، رابط بين الدفاع والهجوم. نقطه ضعفها في ان هي ساعات بتندفع بزياده، وده بيسيب شوارع ورا زي الارجنتين، وده طبعا مع السرعات بتاع دوي ديمبلي اوليسي ده يعمل خطوره كبيره جدا على اسبانيا، واتوقع بسبب كده دي لافوينتي مش هيلعب بالشكل ده. انما بقى فرنسا بتلعب ازاي؟ ديدييه تشامب ما بيقعدش يدور على المتعه والاستعراض، الراجل ده بيدور على المكسب وبس. فرنسا معتمد على نظام دفاعي حديدي، وبعد كده تضربك بالمرتده ممكن تخلص عليك في ثانيه. تشاوميني واقف سد منيع، عثمان ديمبلي بياخد الخط اليمين ويوسع الملعب. اما كيليان امبابي فده السلاح النووي بتاع فرنسا، بياخد الكره من اي حته وممكن يشوط من اي زاويه وباي رجل. ميزه فرنسا انها مش محتاجه 10 فرص عشان تجيب جون، لا ده ممكن من نص فرصه تجيب جون، وده اللي بيخليهم من ارخم فرق البطوله. نقطه القوه بتاعتهم في المرتدات والتحولات، وعندهم خبره كبيره جدا. لو كسبوا هيبقى ده ثالث نهائي ليهم على التوالي، كسبوا 18 خسروا 22 قدام الارجنتين. نقطه الضعف بتاعتهم لو فضلوا مستحوذين على الكره لفتره طويله جدا بيغلطوا، ولو هم مستحوذ عليهم برضه بيغلط. الخناقه مش هتقف على مبابي ولامين يامال، لا دي هتكون في نص الملعب، هتكون رودري وتشاوميني وليسي وبيدري، وهنا هتبقى المعركه بجد. الفرقه اللي هتسيطر على نص الملعب هتحط رجل في ماتش النهائي. لو اسبانيا عرفت تفرض اسلوبها جوه الملعب غالبا هتكون هي اللي هتكسب وهتعدي، لكن فرنسا لو اعتمدت على السرعات بتاع الدو ومبابي واوليسي وديمبلي زي ما قلنا غالبا بنسبه كبيره هي اللي هتكسب. وبالنسبه بقى للتوقع الشخصي فاتوقع فرنسا بشكل كبير جدا، اكتر فريق متكامل، اكتر فريق عنده نجوم، اكتر فريق بيعرف يفنش قدام الجون. لكن في النهايه ماتش فرنسا واسبانيا مش هيكون ماتش عادي، ده ماتش بين فلسفتين مختلفين تماما في الكوره، فلسفه بتحب السيطره وفلسفه تانية بتموت في الواقعيه وازاي تجيب الجون بسهوله. والسؤال لكم انتوا دلوقتي، تفتكروا اسبانيا هتقدر ترجع لنهائي كاس العالم مره تانية، ولا فرنسا هتكمل طريقها عشان تسيطر على العالم؟ اكتبوا لي في الكومنتات مين هيكسب ومين هيكون نجم الماتش.